أن السلامة والمصالحة تحصل، وذلك لأن الذين يسعون في الأرض فسادا قد خلص الله منهم العباد والبلاد. هؤلاء هم اليهود، سلسلة متصلة من الظلم والفساد والبغي والعناد، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وما حاصل ما هو حاصل إلا نتيجة لفساد وإفساد اليهود في أرض الله عز وجل. فالفساد الحاصل على المستوى العسكري مآله اليهود، وعلى المستوى الاقتصادي سببه اليهود، وعلى المستوى السياسي سببه اليهود، وحتى على المستوى الصحي سببه اليهود. ويسعون في الأرض فسادا. وحتى السحر أئمته ومعلموه ورواده وأصحابه هم اليهود. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ولذا لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم بوحي السماء قالوا لمحمد عليه الصلاة والسلام: من الذي يأتي بالوحي؟ فقال لهم جبريل. قالوا: ذلك عدو اليهود. فأنزل الله: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. نزله هكذا على قلب الحبيب الطاهر المطهر ليطهر الأرض من براثن اليهود وأحفاد اليهود وشرك اليهود وظلم اليهود وإفساد اليهود وغير ذلك مما عليه درج اليهود. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض. فإن قال قائل: فما العلاقة بين الزلازل واليهود؟ قلنا أن كل فساد يحصل في الأرض فإنما سببه بني آدم. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح. وزلازل اليوم هناك وزلازل الغد هنا، وربما والعياذ بالله صرت الزلازل وانتشرت في الأرض وعمت. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات الزلازل سلمنا الله وإياكم من سائر الفتن ما ظهر منها وما بطن. واليهود جزء من هذا الفساد، بل لهم نصيب الأسد، بل هم الفساد بعينه. ولو أذن للفساد أن يتجسد لتجسد في شكل اليهود. قلت ما سمعتم وأستغفر الله.